حبايب قلبي حبايب قلبي، الناس اللي معاها المشاكل جامدة قوي في الاسم المطولة. الاسم المطولة دي، يلا بينا نحل مسألة كده. المسألة بتاعتنا دي هتبقى بتسهل عليكم الدنيا كلها، فيها شرح بسيط. انا مش منزلها علشان خاطر صف معين مثلا ابتدائية ولا اعدادية ولا الكلام ده كله. انا منزلها لحتى الاولياء الامور اللي مش عارفين يقعدوا مع عيالهم، والناس اللي بتكره الاسم المطولة عموما في الدنيا. تمام، يلا بينا نشوفها كده بطريقة كويسة وكده. معلش الصوت هيبقى في الاخر مش كويس قوي، بس احنا اهم حاجة عيننا على الفيديو ونشوف الطريقة ازاي، واهم حاجة القوانين بتاعتنا احنا بنحل بيها ازاي. يلا بينا. بص بقى معايا هنا، تمام؟ ركز بقى كويس عشان المشاكل ايه بتاعت الاسم المطولة دي. هنعمل كام خطوة؟ بص انت بيقولك 1475 على كام؟ على 5. اول حاجة هنعمل معانا حرف الكاف اللي هو ايه الكبير ده، اتفقنا؟ الصغير، الصغير هنحط هنا. بص انا همشي معاكم ايه بالطريقه دي، الصغير هحطه هنا واحط الكبير هنا. في حاجه اسهل من كده؟ لا. يلا بينا هنشد خط كبير كده وخط تاني كده، وهنعمل شروط. بس بسرعه ايه، يلا بينا معانا. ماشي، هنحط هنا ايه بقى؟ 1 2 3 4، الحاجات العبيطه بتاعتنا دي، 5 6 7 8 9 لحد كام؟ لحد 10. وهنعمل بقى في الايه يا معلم، في حته تانية هنعمل جدول الضرب بتاعنا اللي هو ايه، 5 في 1 5 في 2 10. كل مره هنزود كام؟ هنزود 5. كام؟ 15 20 25 30 35 40 45، ها لحد ما وصلنا لكام؟ لحد ما وصلنا ل50. هاجي هنا، هاجي بقى يا معلم هنا عند الواحد. هل الواحد ده يقدر على حاجه من دول لوحده؟ ينفع هو نطرح منه حاجه من دول؟ مش هينفع. فقال لك هستعين بايه بقى؟ ركز بقى معايا هنا قوي، هي دي النقطه البسيطه بتاعتنا. هستعين باللي جنبي، هستعين باللي جنبي اللي هي ايه؟ اللي هي الاربعه. طب يا الاربعه يا لما استعين بيك على الواحد هنبقوا كام؟ هنبقوا 14. طب ايه بقى هنا يا معلم اللي ينفع نطرحه من ال 14 وفي نفس الوقت يبقى قريب لل 14؟ اللي هو ايه؟ اللي هو ال10. يبقى انا هعمل ايه؟ هعمل دايره كده كبيره على الاتنين وعلى ال10 على الدايره على الرقمين دول، وهاخد الاتنين دي بقى يا صاحبي احطها فين؟ احطها هنا. والعشرة دي هعمل ايه فيها؟ ايه؟ احطها تحت ال14. وهعمل ايه بقى؟ هطرح. هعمل ايه؟ هطرح. 1 - 1 يبقى يساوي 0. 0 على الشمال ملوش لازمة. 4 - 0 هتنزل ايه؟ هتنزل نفس الاربعة، وهنزل السبعة وهنزل الخمسة، يبقى دول هينزلوا كده زي ما هما. ماشي. انا بقى هاجي هنا عندي، يبقى الصفر على الشمال ايه؟ ملوش لازمة. انا بقى هاجي عندي هنا، هنا يا اربعة ينفع اطرح منك حاجة هنا؟ تقدري على حاجة هنا لوحدك؟ لا مش هتقدري. وعيد نفس الكرة. يبقى هتستعين بمين؟ هتستعين بالسبعة. السبعة دي مع الأربعة هتقويها، هيبقوا كام؟ هنجمعهم على بعض؟ لا، زي ما عملنا في اللي فوق هنعمل في اللي تحت. السبعة والأربعة يبقوا كام؟ هيبقوا 47. طب ايه هنا قريب لل47؟ ينفع أطرحه. أطرحه منه يبقى أصغر كمان من ال47 بحاجات بسيطة. أبص كده في الجدول بتاعي، 20 أرجع 5 هنا في بص. 5 هيبقى ايه؟ 25 5 في 6 30 هيبقى 5 في 7 في 5 30 الكام؟ 5 في 8 5 ب 40 وهنا 5 في التسعة. 9 بكام؟ اطلع الكام؟ 5 اطلع التسعة في و40. 5 يبقى احنا كتبنا جدول الضرب 45. بتاعنا، مش حاجه صعبه في وهاجي كده لحد ايه؟ دلوقتي. طب اقطع. تعالى بقى نبص للمساله 10 بقى الباقيه. و2 اول حاجه هعملها و5 هقسم والصفر واطرح علشان ملوش وانزل. لازمة، طب خدنا وهكمل اول هنا رقم بص. الواحد ده، هل يبقى الواحد ينفع اطرحه من اي رقم يبقى من دول؟ ما 25. يقدر هنا عليهم؟ لا ما قريب يقدرش يبقى عليهم. طب تعالى بقى 25. نزود معاه اللي هي الاربعه. ايه؟ الله يا اربعه ضم معايا اطلع عشان الخمسة يبقى فوق 14 عشان نعرف وهضربها في 6 نطرح اي رقم من دول. هتنزل الخمسة يبقى ال تاني. 14 هل ولا اي اطرح ينفع 5 الرقم دول؟ ينفع و6 اطرحهم من 14؟ و2 هل ال كده 10 معايا ولا ال بالظبط؟ 15؟ يبقى لا يا مستر، هنقدر هنطرح ايه؟ ال 10. يبقى ناخد ال 10 كده كامله. يبقى ننزل المسألة مكانها الاثنين اللي قصاد ال 14 ال 10 ولا ايه؟ 1475 بتساوي وهناخد ال كام؟ 10 بتساوي وهنطرح. تمام؟ الاربعه ناقص 295. الزيرو الاربعه. طب والواحد ناقص الواحد يبقى انا زيرو، همشي مش بطريقة هنكتبه. ايه؟ اطرح هنعمل ايه؟ اتنين هننزل ايه؟ الرقم اللي بعده السبعه. اطرح 30. 47. 47 دي يا مستر يبقى هنطرحها من ايه؟ من بص هنا. نزل واحد ولا اتنين اطرح ولا ايه ولا ايه؟ التسعة. التسعة ايه؟ التسعة اللي هو ايه؟ 45. يبقى ال اي حاجة 45. اي حاجة اوعى بقى تنسى اي تكتب حاجة التسعة بسيطة فوق. اكتبها لي، وانا تمام؟ هحاول ابسطها 7. بالطريقة.